السلام عليكم ورحمة الله. كي دايرين؟ كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال ان شاء الله. الوصفه ديال اليوم واحد الوصفه سهله مالا، فقط بجوج بيضات اللي كنبداو بهم، يعني في نفس الوقت انا غادي نخدم وغادي نعطيكم المقادير. عندنا جوج بيضات، غادي نحركوهم شي شويه، غادي نضيفو قبيصه ديال الملح. فهذه واحد الحريشه اللي سهله كتجي زوينه بزاف اننا نديروها في الكوتي ديالنا، وكتجي رطبه وهشيشه زوينه بزاف، يعني غادي تعجبكم بزاف وغادي تبقاو وغادي تبقاو مدمنين عليها لانها سهله دغيا كتوجد. غادي نضيفو كاس ديال السكر، يعني كاس الا ربع، يعني ما نعمروش بزاف، وبطبيعه الحال كيبقى السكر على حسب الذوق. غادي نضيف واحد ساشي ديال سكر الفاني، يعني هذا كيبقى اختياري، ممكن انكم تستغناو عليه ماشي بالضروره. غادي نحركو مزيان حتى كي نحسو بديك السنيده دابت لينا. غادي نضيفو كاس الا ربع ديال الزيت، غادي نحركو مزيان حتى ينسجموا لينا المقادير، حتى كيذوب لينا ديك السنيده. يعني كيف ما لاحظتوا يعني راه ساهله، يعني كنخدموها غير بالطراب اليدوي ودغيا كتوجد، يعني سهله مهله. غادي نضيفو اخيرا واحد رايبي، هو اللي غادي يعطينا الذوق لهاد الحريشه اللي كتجي ساهله زوينه. يعني كيف ما قلت لكم، يعني ممكن انكم تستغناو على الفاني، يعني ما ديروهاش، يعني راه غير رايبي راه كافي. غادي نضيفو دابا جوج كيسان ديال السميده اللي كنديروا بها الحرشه، يعني عاديه متوسطه. وغادي نضيفو دابا واحد جوج خمارات ديال الحلوى. غادي نضيف دابا الكاس الثاني ديال السميده، وغادي نحرك هاد الشيء مزيان وصافي. هي واجده عندنا. دابا غادي نجيبو المول ديالنا اللي غادي نديرو فيها هاد الحريشه، وغادي ندهنو بالزبيده، وغادي نرشو بالسميده. انا درت هاد المول، ممكن نتوما ديروا غير الطاوه ديال الحرشه، ديك اللاطه اللي كطيبوا فيها الحرشه، يعني راه المقله ديال الحرشه راه ممكن تديروا فيها، يعني غادي دهنوها بالزبده وترشوها بالسميده وطيبوا فيها صافي. غادي تدخلوها للفران دابا يكون حراره يعني متوسطه. المده ديالها تقريبا واحد 20 دقيقه كتكون واجده معنا. نتوما كيف ما كتشوفوا هي تحمرات لينا من الفوق. دابا غادي نوجد واحد السيرو اللي غادي نسقيو به، هذا كيبقى اختياري بطبيعه الحال، بغيتو ديروه مزيان ما بغيتوش يعني ماشي اشكال. درت كاس الا ربع ديال الماء في 2 معالق ديال سنيده، ودرتو فوق البوطه يغلي شي شويه، يغلى شي شويه. دائما كتكون عندنا الكيكه او الحرشه ديالنا بردات، عاد كنضيفو السيرو يعني فاش كيكون سخون صافي. غادي كنسقيوها به، ودابا غادي نزينو باللي متواجد عندكم، يعني بطبيعه الحال كيبقى التزيين حسب الاختيار وحسب المتوفر في البيت. انا هنا غادي ندير الكوك، غادي نرشها بالكوك. كيف ما قلت لكم، يعني اللي ما بغاش يدير داك السيرو ممكن انه يدهن لها الوجه ديالها غير بالكوفيتير ديال المشماش، او المهم اي مربى عندكم دهنوا به، اولا الناباج، وتزينوا بداكشي اللي عندكم متواجد، اولا كاع تخليوها هكاك، يعني ما كاينش اشكال. فالصراحه كتجي زوينه بزاف، كتجي هشيشه، كيجي فيها ديك المذاق ديال رايبي، يعني عطيها نبدل ليها المذاق، يعني مختلف على الكيكات اللي كنديرو يعني يوميا. وبصحة والراحة. هذا هو الشكل النهائي. كنتمنى ان الفكره ديالي وصلت للاعجاب ديالكم. فكيف ما شفتوا راه كتجي هشيشه ولذيذه بزاف، ومقادير يعني بسيطه ومتوفره في كل بيت. فكنتمنى انكم تجربوها. و الا عجبكم الفيديو ما تبخلوش علينا باللايك ديالكم، واللي اول مره تيزور القناه يشترك معنا. والى اللقاء، فيديو قادم ان شاء الله.